سلام من الله عليكم متابعينا الكرام. نقدم لكم مجموعة من الأخبار التي وردتنا حول العالم. صحة هذه الأخبار على مسؤولية الموقع. مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار بقنا، ويبلغ من العمر 21 عام، وصدر حكم ضده أحكام قضائية وهارب من عدة قضايا. وفي أفغانستان 3 انفجارات بيوم واحد واستقالة مسؤول بارز. وزلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب باكستان. وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلو مترات، وكان زلزال آخر بقوة 5.5 قد ضرب الأجزاء الشمالية من باكستان. الاثنين دول أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وحادثة مؤسفة، مقت شقيقتان مشهورتان على التيك توك تحرقان شابا حتى الموت. اهتز الشارع الجزائري على واقع جريمة مروعة، إذ أقدمت شقيقتان من مشهورات منصة تيك توك على حرق شاب حتى الموت. وقبضت السلطات الأمنية في الجزائر على إحدى الشقيقتين، بينما فرت الأخرى إلى مكان مجهول. وفتح التحقيق لكشف ملابسات الواقعة. وفاة معلم أثناء مباشرة عمله داخل مدرسة. وبدأت القصة عندما حضر المعلم صباحا إلى مدرسته كالمعتاد، وبعد توقيع حضوره بوقت قصير سقط مغشيا عليه أمام زملائه وسط المدرسة. حاول الكوادر المتواجدة تقديم الإسعافات الأولية، لكن تبين لاحقا أنه فارق الحياة. وسبب الوفاة قد تكون ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة. وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي بعد صراع مع المرض، اللي هو توفي بعد صراع قصير مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية منذ أسابيع قليلة دخل على إثرها المشفى. وأنبوبة كلور في محطة مياه بجنوب سيناء، تجربة عملية لمجابهة الأزمات والكوارث. وكما شارت تجربة عملية عن انفجار أنبوبة كلور بمحطة التحليلية، ومتابعة الإجراءات التي جرت مع كافة الجهات المشتركة للسيطرة على الأزمة. وحريق في جزيرة كريت اليونانية تجبر فنادق على إدلاء السياح. وقالت إدارة الطوارئ أن مروحيات مكافحة الحرائق تحاول السيطرة على النيران بالقرب من منتجع غرب مدينة خانيا. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ بدر ناصر، بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقية عزاه وماساه لصاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ بدر ناصر رحمة الله عليه.